بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في وصفات أصيل. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاع نهار اليوم هي وصفة تقليدية جزائرية واللي هي البغرير. الوصفة هذه أنا دائما نعتمدها وحبيت نشاركها معكم ونحضروها على الطريقة التقليدية، طريقة جداتنا وأمهاتنا. ان شاء الله نتوفقوا في الوصفة نتاع نهار اليوم ونفوتوا مباشرة المقادير وطريقة تحضير هاد الوصفة. بسم الله على بركة الله. فوتوا المقادير تاعنا. نحتاج 3 كيلات من السميد يكون رطب كما راكم تشوفوا. انا هنا احتجت 3 كيلات، وانتي اذا حبيتي تضاعفي ولا حبيتي تنقصي لك الاختيار. كذلك نحتاج ملح، خميرة كيميائية، ونحتاج حبة بيض. أول حاجة أنا هنا راح نديرها هي أننا نأخذ كاس ونحط فيه ملعقة أو نصف من الخميرة الفورية، يعني خميرة الخبز كما راكم تشوفوا هكذا. نضيف لها كذلك ملعقة من السكر بهذه الطريقة، ونفرغ عليها كمية من الماء يكون دافي ونحركوها هكذا، ونحطوها بجيه ونخلوها تتفاعل. من جهة أخرى نبدأ في تحضير البغرير نتاعنا. هنا حطيت 3 كيلات من السميد الرطب. انا هنا السميد نتاعي لقيته باللي راهو رطب بزاف، حبيت نضيف له كيلة من السميد المتوسط، يعني كيما نقولوا حنا التشيشه. حبيت نضيفها له باه البغرير تاعي ما يكونليش يعني يتلاصق، يعني ما يجيش رطب بزاف. هنا كيما راك تشوفوا نضيف له هذه التشيشه. اذا عندك ضيفي يعني كيلة، الا ما عندكش ضيفي كميه صغيره هكذا. هنا يعني أنا نقول دائما الكمية تتحكمي فيها أنت سيدتي. كما راكم تشوفوا أنا عملت حفرة في الوسط، نحط حبة البيض هكذا، نضيف كذلك الخميرة اللي كانت تفاعلت لي كما راك تشوفي. الخميرة يعني لما نحطها تتفاعل يعني لازم يكون المكان دافئ طبعا هكذا. ونبدأ هنا نخلط في السميد مع حبة تاع البيض وكمية نتاع الخميرة اللي كنا حطيناها تفاعلت طبعا هكذا. ونبدأ نفرغ في الماء غير بالعقل، يعني نرشه في السميد نتاعنا هكذا، نرش ونحرك. هنا نقول لك انه البغرير ما لازمش تعطيله كمية كبيرة من الماء في البداية، رشوه غير بالعقل كما راكم تشوفوا هكذا. نبدأ في العجينة نتاعي هكذا. يعني هنا أكيد راح ياخد معك وقت طويل، لكن النتيجة راح تكون يعني بغرير رائع هكذا. يعني البغرير يعني راني نشوف انه كاين عدة انواع من البغرير، يعني بطرق سهلة وبمقادير يعني بسيطة جدا، لكن انا اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة التقليدية، ونرجع ليامات زمان، ايامات امهاتنا وجداتنا، يعني لما كانوا يعملوا هاد الوصفات يعني الرائعة، كانوا يحضروها لنا بكل حب وفرح يعني.
بدون يعني أي ملل. نقول أنا إن شاء الله ربي يرحم جداتنا ويحفظ لنا أمهاتنا يا رب. كيما راكم تشوفوا أنا بعد ما بديت نرش فقط في العجين نتاعي، شوفوا القوام اللي راني متحصلة عليه. نواصل يعني عملية الدلك تاعي هكذا. أنا استعملت يدي الاثنين يعني هكا. يعني انتي ما راح ياخذ منك يعني وقت طويل. الطويل يعني فقط انه الدلك لازم يكون هكا. كاين بزاف بنات انهم يخافوا من تحضير البغرير، كاين اللي تقول لك ما ينجحليش، كاين اللي تقول لك اني نخاف من تحضيره. لكن لا، انا دائما نقول انه العجين ما لازمش نخافوا منه هكذا. نقولك يعني كيما راكم تشوفوا بعد ما دلكنا البغرير تاعنا مليح، نبدا نحط كمية الماء غير بالعقل ونحرك مليح. يعني العجينة تاعي بدات تتحل معايا يعني نضيف كمية الماء اللي راني محتاجتها. يعني هنايا نقول لك عينك هي ميزانك، ما نضيفوش كمية كبيرة من الماء يعني البغرير تاعنا يكون مايه، نضيفو الكمية فقط اللي نحتاجها. البغرير تاعنا ما يكون ثقيل ما يكون خفيف. هنا بعد ما كملت حليت العجينة نتاعي نضيفو كمية الملح. انا هنا الملح ما استعملتوش في البداية، استعملته في الاخير بعد ما تحلت العجينة نتاعي كاملة. كما راكم تشوفوا نضيف الملح نتاعي ونحرك مليح. هنا انا نقول خلاص، لانه العجينه نتاعي يعني القوام نتاعها راهو مناسب هكذا. كيما راكم تشوفوا هنا انا ناخذ كوكوطه ونفرغ فيها كميه العجين نتاعي هكذا. انا فرغت كامل الخليط هنا ونحطوه يخمر في مكان يكون دافي طبعا، ونغطيه ونخليه. هنا بعد ما خمر البغرير نتاعي، هنا أنا نضيف كيس الخميرة الكيميائية. نضيف أنا هنا الكيس الخميرة الكيميائية ما ضفتوش في البداية، نضيفه في النهاية. يعني كي يخمر الخليط نتاعي نضيف كيس الخميرة. وعلاش تقولي علاش ما ضفتوش في البداية وضفته في النهاية؟ أنا هنا الكيس الخميرة الكيميائية نحتاج لكي نتحصل على لون ذهبي. نخلط مليح، ومن جهة نكون حضرت يعني حطيت الطاجين نتاعي فوق النار أو مقلة كيما راكم تشوفوا، ونفرغ فيه كمية من الخليط هكذا ونعملو على شكل دائرة ونخلوه يطيب على نار قليلة. النار يعني تكون قليلة، ما تزيديش للنار باش ما يتحرقلكش البغرير نتاعك.
نخلي يعني الخبزة نتاع البغرير تاعي تطيب براحتها وحتى تنشف لي تماما. هنا بعد ما نتأكد انه البغرير تاعي نشف لي تماما من الفوق، نحيه كيما راكم تشوفوا. هنا شوفي سيداتي، يعني السر نتاع الخميرة اللي ضفناها في الاخير، يعني راح تتنحى معك الحبة تاع البغرير بكل سهولة. شوفي سيداتي هكذا. نزيدو نضيفو كمية أخرى. هنا يعني نواصلو نطيبو البغرير نتاعنا ونعاودو نرجعو ليكم. هنا بعد ما طيبت كامل الكمية اللي عندي، شوفي سيداتي اللون نتاعو يعني راهو رائع. نحيه. سر الخميرة هو اللي راح يخليه يتنحى بسهولة من الطاجين ويعطيك اللون الذهبي. نحيه من فوق النار ونكون حضرت من جهة أخرى، يعني ذوبت كمية من الزبدة كما راكم تشوفوا، نسقي بها حبة البغرير نتاعنا هكذا. انا هنا راني عملت لكم البغرير كل شيء على الطريقة التقليدية. انا درت يعني ضفت له كمية من السكر، وانتي لك حرية الاختيار. البغرير تاعنا راهو خفيف وحاكم روحو كيما راكم تشوفوا. هنا نقول لكم نتمنى ان شاء الله الوصفة نتاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتخلونا رايكم في التعليقات باش نواصلوا معكم مزيد من الوصفات ان شاء الله. ونقول لكم الى اللقاء، الى فرصة اخرى باذن الله.